أهلا بكم من جديد أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حوار مفتوح. هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي والي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأستاذ الأدب الإسلامي. وأهلا وسهلا بك يا فندم. والأستاذ محمد السيسي، أمين عام نقابة محامين 6 أكتوبر والمحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، سعداء جدا. أهلا بكم. هذا الحوار المفتوح حول قضية من قضايا المجتمع في هذا الوقت. مر رمضان ثم العيد ثم جاءت الجزئية الكبيرة. في نهاية هذا الشهر يتم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ثم تأتي الانتخابات، ثم بعد ذلك الدستور يوضع من خلال الجمعية مؤسسة لهذا الدستور، ثم بعد ذلك الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المحليات. يعني عام ثقيل. لو قلنا انه عام، يعني عام من العام إن شاء الله يكون عام بركة. إن شاء الله هو بركة، ولكنه عام كبيس بالنسبة للأعمال الشديدة والكبيرة فيه. إذن هو عام السياسة بامتياز. إذا كان عام السياسة، فما هي الرؤية الحقيقية للسياسة؟ ما هي القيم الأخلاقية التي تتحكم في الممارسة السياسية؟ وهل السياسة متروكة للعنان أم السياسة مقيدة بقيم أخلاقية معينة؟ في هذه الحلقة ندور مع حضراتكم في حول هذا المعنى. السياسة دكتور حمدي من الناحية اللغوية ومن الناحية التاريخية، يعني نريد أن نعطي للسادة المشاهدين نبذة عن هذا الأمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المشهور ساس يسوس، بمعنى قاد الناس أو يعني دبر لهم وفكر لهم. ده في الأمر البسيط في اللغة. لكن فيه معنى طريف وفهم غائب عن كثير من الناس، وهو له جذور تاريخية. ربما في العالم الإسلامي بالذات دخل على السياسة فغير مضمونها، وأصبحت تدور في فلك بعيدا عن مسارها الطبيعي الذي عرفت على أيام الماوردي وعلى أيام ابن تيمية باعتبارها السياسة الشرعية. عندما دخل التتار، يعني مبدئيا السياسة موجودة في الإسلام بمفهومها، بهذا المفهوم اللغوي. نعم، من ساس يسوس. نعم. سياسة بمعنى دبر للناس أحوالهم وقادهم إلى ما يصلحهم. نعم. فهي فن إدارة أحوال الناس للوصول بهم إلى أمثل صورة يستمتعون بحياتهم فيها دون مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. نعم. دي السياسة الشرعية. لكن طرأ على السياسة مفهوم آخر. هذا المفهوم جاء مخالفا تماما لما اتفق عليه من السياسة الشرعية. والطريف في الأمر أن الناس لا يعرفون أن السياسة أصلها يسق. اليسق هو القانون الذي وضعه جنكيز خان لحكم بلاد التتار. وعندما دخلوا وتغلبوا سنة 656 وأسقطوا بغداد وأقاموا لهم دولة وكانت عاصمتها بغداد، بدأوا يحكمون البلاد بقوانين جنكيز خان. قوانين جنكيز خان كانت 3، يسموها التورا. التورا مكونة من 3 قوانين، و3 عندهم يعني بالفارسية والقانون اسمه يسق. والقانون اسمه يسق. فهم عندهم 3 قوانين يسق. والمصريين بكثرة استعمال يسق نسوا، أو يعني صعبت حكاية القاف فسموها سياسة. لكن مع التداول الطويل والسريع سموها السياسة. المصريين مشهورين بمثل هذه الأمور كثيرا. تعريب وتمصير كل اللغات. نعم. فأصبحت كلمة السياسة تعني السياسة التي وضعها جنكيز خان مخالفة لما اتفق عليه من السياسة الشرعية المعروفة في شريعتنا وفي تاريخنا الإسلامي. أول بداية لإعلاء شأن السياسة في مقابل السياسة اللي هي بهذا المفهوم التتارية، بهذا المفهوم، في مقابل السياسة الشرعية الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أيام بيبرس. لكن ظلت الشريعة مرفوعة الجناب ومهيبة بهيبة العلماء الذين كانوا لها حراسا، ومن أبرزهم العز بن عبد السلام والإمام
تقيين الدين بداخل العيب الإمام النووي وغيره. نتوقف عند سلطان العلماء طبعا يعني نعم. كتب التاريخ يعني تجعلنا نجله أكثر مما نتصور يعني. ثم نعود للأستاذ محمد يعني. هذا المفهوم مفهوم جديد يعني، مفهوم أنه حكم تتري سياسة أو سياسق كما المعنى. المنظور الحالي للسياسة في رؤيتكم أنتم كقانونيين وشرعيين، خاصة حضرتك طبعا خريج شريعة وقانون، فيعني تحمل ما بين الشريعة والقانون. نعم. السياسة بالمفهوم المعاصر بعدت تمام البعد عن الشريعة الإسلامية، خصوصا في القرنين الأخيرين من الزمان، يعني من 1882 منذ بداية الاحتلال البريطاني لمصر ولمنطقة العالم العربي والإسلامي، بدأت تدخل مفاهيم جديدة على الدول العربية وعلى الشعوب العربية، وهيمنة يعني السلطة، سواء كانت سلطة تحت الاحتلال أو سلطة مستقلة على مقاليد الأمور. فبعد يعني العلماء عن ساحة الحكم والقضاء، وبدأ يدخل في النظام المصري ما يسمى بالقضاء المختلط والمحاكم المختلطة، ودي كانت وبال على هنقول الأمة العربية والإسلامية وخصوصا في مصر. يعني أصبح هناك محاكم للشعب المصري ومحاكم للأجانب الموجودين في مصر. أستاذ محمد، هذه المحاكم كانت نوع آخر من أنواع السياسة الخارجية التي أرادت أن يعني ما بين حماية أفرادها داخل المجتمع المصري وما بين إرادة تطويق المجتمع المصري الإسلامي، لكنها أصلا في الأول والآخر سياسة. نعم، هي بداية عملية لتنحية الشريعة الإسلامية عن الحياة. فيبدأ بإنشاء محاكم قانونية تخص الأجانب، وأي نزاع بين مصري أو عربي أو مسلم وأجنبي تنظر المحاكم المختلطة التي تخضع فيها القانون الفرنسي والقانون الأجنبي والقاضي الأجنبي، ويطبق فيها القانون الأوروبي بشتى أنواعه، ويبعد فيها الشريعة الإسلامية. فيتظل الشريعة الإسلامية محصورة في المحاكم الوطنية ما بين المصريين فقط، وظل هكذا فترة إلى أن نحيت الشريعة الإسلامية تماما من القوانين، وأصبحت كل القوانين تستمد يعني مصادرها من الأحكام الأوروبية أو الإنجليزية أو الفرنسية. وهذه الفترة يعني كانت مع قدوم الاحتلال البريطاني وهيمنة الدول الاستعمارية على الحكومات القائمة، سواء كانت حكومات ملكية أو غيرها من النظم في العالم العربي كله. يعني في إيطاليا لما احتلت ليبيا، في فرنسا لما احتلت الجزائر، في فرنسا أيضا لما احتلت بلاد الشام زي سوريا ولبنان. هيمنة القوانين الفرنسية والقوانين الغربية كأداة استعمارية وغزو ثقافي وفكري للمجتمعات العربية والإسلامية، وتم إقصاء الشريعة. ومن هنا غابت السياسة الشرعية بمفهومها اللي هي الهدف منها إصلاح حال الراعي والرعية، ويعني أن يقوم الحاكم في الإسلام على خدمة الأمة وليس خدمة حتى لا ندخل مصالح. في هذا الأمر نعم. يعني سريعا في أثناء الحلقة، ولكن في جزئية صغيرة. نعم. إذن كانت هناك معركة بين المفهوم السياسة وبين مفهوم السياسة الشرعية. يعني استطاع العلماء لفترة طويلة المحافظة على قيمة السياسة الشرعية داخل المجتمعات حتى حدوث الحملات الاستعمارية على الوطن العربي والإسلامي، ثم بدأت الأمور في الانحدار نحو السياسة الغربية. يعني هذا لو قلنا هذا المسار التاريخي. أنا عايز أكمل جزئية إن الغرب ما اكتفاش بكده، لأن الاحتلال هيرحل. قبل ما يرحل كون مدارس. نعم. يعني لما أنشأ مدارس، الاحتلال الفرنسي لما جاء إلى القاهرة جاب مطبعة نعم يطبع بيها. نعم. في مطبعة بولاق القديمة دي كانت مطبعة فرنسية جابها معاه. الهدف منها ان هو يصبغ الحياة بصبغة جديدة، فرنسية، بصبغة أجنبية أفرنجية. استكمل مع حضرتك هذا الأمر بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد من الدقهلية، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أولا بحيي حضرتك يا دكتور، وبحيي قناة الشباب على المجهود الرائع والبرامج الرائعة وعلى الضيوف الأكثر روعة. وبحيي الدكتور حمدي والي، كل عام وأنتم بخير يا دكتور، وكل عام قناة الشباب بخير طبعا، والأستاذ محمد السيسي كل عام وأنتم بخير. والله قناة الشباب فعلا بتبين لنا الإعلام الإسلامي الهادف المثقف صاحب الرأي
المثقف يعني. ربنا يكرمكم. الله يكرمك. سؤال بعد اذنكم، انا بس بسأل عن الدور يعني مستقبل التيار الاسلامي الفترة القادمة، خاصة بعد دخول اطراف للتيار الاسلامي للساحة السياسية، يعني بعد اعتزالها لهذا العمل السياسي. يعني رؤية حضرتك يا دكتور حمدي لهذا التيار الاسلامي ان شاء الله الفترة القادمة، والشريعة يعني هتبقى محكمة قريبا ولا لسه في فترة، ولا يعني استفسار بس. الله يبارك. الله يبارك. بشكرك يا فندم. وصلت الفكره، وصل السؤال. هو سؤال في صلب الموضوع. هو يعني يعني استبقني او استبق الوقت يعني في جزئيه، ولكنه سيجاب عن هذا السؤال بالفعل. نستكمل مع حضرتك هذه الجزئيه. الاحتلال قبل ما يخرج كون مدرسه. نعم. ولذلك لما تجد أيام محمد علي لما أرسل البعثات من مصر تتعلم في بلاد فرنسا وتأتي بالفكر الفرنسي، وفتحت مدارس أجنبية. دي بقى نقطة، ما كانش في مدارس وطنية، كان بتعتمد على الكتاتيب والأزهر الشريف كمدرسة أو جامعة كبرى للعالم العربي والإسلامي. لما انشئت مدارس فرنسية ومدارس أجنبية ومدارس تبشيرية هنا في بلاد العرب وخصوصا في مصر، هذه المدارس أفرزت ما يسمونه نخبة جديدة من التيار الليبرالي والألماني اللي بدأ يدعو إلى مصرنة الدولة وإلى تنحية اللغة العربية والحديث باللغة العامية وإلى إحياء ما يسمى باللغة القبطية القديمة أو باللغة الفرعونية. كل ده معذرة ولم لا يعني دائما نقول ولم لا في هذه الجزئية. أهلا وسهلا بالكل. إذا كان التعليم المصري بخير وبصحة فيوجد النخبة المضاد، مش بلاش في كلمة المضادة، ولكنها التي تتفهم هذه الأمور. هو ليس الهدف، ولذلك أما العيب إن لا كانش فعلا التعليم المصري ليس الهدف رفع شأن التعليم. نعم. ولذلك المدارس الأجنبية ما كانتش بتقدم علوم ولا كيمياء ولا فيزياء ولا رياضة ولا مسائل تقدم العالم العربي والإسلامي بسببها، ولكن تقدم الفلسفة والمنطق وبعض الأفلاطون، يعني مسائل الغرض منها تتحكم وتغير العقل. تغيير العقل وتغييبه يعني. هنا يعني نعود للدكتور حمدي والي. دكتور حمدي، قبل أن ندخل في الجزئية الحقيقية في الحلقة، نقول أنتم ترون الآن أن السياسة الشرعية التي تتكلمون عنها وتكلم عنها الإمام الماوردي والإمام ابن تيمية غير موجودة حاليا. نعم، بس هو فيه يعني إضاءة صغيرة. نعم، تفضل. الاستعمار لما دخل على بلاد المسلمين استشعر أن هناك حصن حصين قوي جدا لا يمكن أن يصل إلى مراده، وهذا الحصن قائم. الحصن القائم هو الشريعة الإسلامية، وهو يعلم مدى تعلق قلوب الأمة بشريعتها وحضاراتها وتراثها باعتبارها هوية. نعم. هوية لا تنفصل عن حياتهم. ولهذا كانت ممارسة الشريعة تغني عن تدريسها. عندما يمارس للناس قانون، الرجل العامي والبسيط ورجل الشارع يتعاملون بقانون هم يحفظونه ويقدسونه وهو الشريعة، فهم يتعاملون ليل نهار بما يحفظون ويقرؤون ويعتقدون، يمارسون ويتحاكمون إليه، فهي حياة لهذه العقيدة ولهذه الشريعة في صورة ممارسات يومية. دخل الاستعمار، فدخل بمنظومة جديدة، مر على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت قوانين الأمة كلها كانت القوانين الشرعية اللي هو القضاء الشرعي، فجاء وأدخل بحجة أن في أقليات غير مصرية وجدت في بلاد المسلمين ولها الحق أن تتحكم إلى قانونها، فعملوا المحاكم المختلطة، فأصبح في قانون أجنبي وقانون شرعي اللي هو القانون بتاعنا. ثم بعد ذلك عملوا المحاكم الأهلية، وباسم المحاكم الأهلية يتاح للناس ويحق لهم أن يتعاملوا أمام ما يريدون من محاكم. ثم سهلوا طرح وتقنين مواد المحاكم الأهلية اللي هي المدنية، وصعبوا وتركوا القانون الشرعي عند المشايخ وعند الأئمة وعند العلماء. فكان هناك رغبة من الناس في إنجاز المعاملات سريعة والتسهيل، فذهبوا تلقاء. نعم. وبالتالي بدأ التضييق والتشويه. التضييق على المحاكم الشرعية بتجفيف منابعها اللي هي معاهد القضاء الشرعي ومدارس القضاء الشرعي، حتى لم تبقى إلا مدرسة واحدة. بينما في الجانب الآخر زرعت للقوانين المدنية كليات
في الأصل كانوا يأخذونهم في بعثات إلى أوروبا كما أشار الأستاذ محمد، في بعثات إلى أوروبا ويشطبوهم ويرجعوا ودارسين قانون أوروبي فرنسي وغيره. فقالوا ولماذا نتعب أنفسنا كثيرا في إرسال أبناء المسلمين؟ لا، نجيب إحنا علماء القانون من الخارج ونعمل جامعات كليات عندنا. فقامت كليات الحقوق، خريجي كليات الحقوق كان القانون المدني أوسع مدى وأكثر اهتماما وأيسر وضعا وأكثر سهولة، حتى أنهم بالقانون المدني أقاموا محاكم مدنية، وكان في محاكم مدنية ومحاكم شرعية، وظل الناس يتحاكمون ده إلى المحاكم الشرعية إن أراد وهذه إلى المحاكم المدنية. ثم عمل الاستعمار على تشويه صورة المحاكم الشرعية بأنهم مشايخ وبياخدوا رشوة وبطء التقاضي وقلة القضاة لأنهم لم يبقى إلا مدرسة واحدة، بينما الآخرون كثروا وسهلت الأمور، فاتسع مجال المحاكم المدنية وزرعت في بلادنا كما تزرع الأشجار. وآلت الأمور إلى لون من التحاكم والتقاضي إلى المحاكم الأجنبية، ثم ترجمت القوانين من بلادها وجاءت منظومة القوانين الفرنسية اختاروها. وعندما قيل لرفاعة الطهطاوي يا رجل يعني مطلوب أن تسهل الشريعة وتقننها، قال أتريدون أن يقولوا أن الرجل تزندق؟ لا، لن أمد يدي إلى الشريعة، سأتركها كما هي. والفرق بين أنه كان يحولها إلى مواد كما فعل الأستاذ عبد القادر عودة عليه رحمة الله عندما رأى الأمور تتأزم ورآهم يعني حجتهم أن الشريعة غير مقننة وغير ميسرة وأنها لا تصلح أن تكون مواد، حولها الرجل في كتابه القانون الجنائي حولها إلى مواد وقوانين. نعم. طيب يعني نستكمل هذا الأمر مع بعد اتصال الأستاذ حسن من مرسى مطروح. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي سعادتك وبحيي ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله أهلا بك. والله أنا عايز أقول لسيادتك حاجة. اتفضل. بالنسبة لمصر، مصر والأمان، وبعدين مصر دي بلد فتحها عمرو بن العاص. نعم. وبنى أول مسجد في مصر القديمة. ومصر دي يعني لو يعني مصر المسلمين، أنت تعرف أن مصر دي العصر الفرعوني والعصر القبطي والعصر الإسلامي. نعم. فالعصر الإسلامي إن شاء الله سيبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله. لأن الأمن والأمان والكرم والجود وكل الصفات الطيبة هي في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة لمصر، يعني أنا عايش في صحراء، أنا لا معايا دكتوراه ولا معايا أي حاجة، أنا مواطن عادي خالص. ربنا يبارك فيك يا رب. ولكن صفاتنا في الصحراء إن إحنا الكرم، الود، محبة الناس، كافة الناس، خدت بالك؟ نعم. والأمن والأمان ما يجيش إلا بالكرم وبالمحبة وبالرحمة. من غير رحمة، يعني أي إنسان ما عندوش أي رحمة حتى لو كان يعني ذو منصب، ده نعم. أكيد ظالم. أستاذ حسن أنت ترى، أستاذن حضرتك، أنت ترى الآن أو تتكلم الآن عن الأخلاق، أنت نعم. ترى أن السياسة في هذه الحلقة، الموضوع هذه الحلقة، أن السياسة نعم. يجب أن تكون سياسة أخلاقية بأخلاق، أم ترى أن السياسة يجب أن تترك كما هي ولا تمس، وعلى المسلمين ألا يعني يختلطوا بها؟ الأخلاق دي هي عنوان السياسة وعنوان كل شيء طيب، الأخلاق. نعم. وعايز أقول لسعادتك حاجة. اتفضل. يعني بالنسبة يعني أنا بنشوف يعني سعادتك، أنا ساكن في الساحل الشمالي. نعم. والساحل الشمالي ده كلها قرى سياحية. نعم. أهالي هذه القرى نعم 5% بيصلوا و95% ما يصلوش، خدت بالك؟ ولما تخش مسجد تلاقي فيه الجنايني الكهربائي، الإنسان البسيط بيصلي. أما الإنسان يعني في ناس أنت ربنا أنعم عليك بالمال وبالمنصب، المفروض أن أنت تعلم اللي ما بيصليش يصلي. نعم. يبقى أنت ترى أنا وصلت الفكرة طبعا. أشكرك جدا. الأستاذ حسن يتكلم على جزئية الأخلاق، ويعني نعم. ودي يمكن هو عنوان الحلقة. نعم. القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية. الممارسة السياسية ليست الممارسة السياسية المشهورة بس ولكنها السياسة في الحياة.
نعم. أنتقل إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل أنت ترى أن السياسة الموجودة استكمالا لكلام الأستاذ حسن هل هي سياسة بأخلاق أم سياسة بدون أخلاق؟ ما هو أنا أستكمل بس فترة الانحدار اللي في 200 سنة اللي فاتت، كان أحد وسائل الانحدار اللي هو تغيير القوانين بقوانين فرنسية وأجنبية للهيمنة على مصالح البلاد والعباد. نعم. المصدر الثاني أو السبب الثاني في انحدار القيم الأخلاقية في السياسة هو وجود طغمة من الحكام الفاسدين، باختلاف طبعا درجات الفساد بين نظام وآخر. لو وجدنا في النظام قبل الثورة وحتى بعد الثورة كان هناك طغمة من الحكام الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية، وأصبح الاستبداد السياسي هو عنوان على الأقل القرن الأخير أو 60 سنة الأخيرة. أستاذ محمد، هذه الطغمة من الطغاة فهذا لم تأتي من فراغ. هذا الفساد أفسد السياسة. أنا قصدي لم نعم. تأتي من فراغ. نعم. يعني جاءت من بين الشعب. ضاعت عند هؤلاء الأخلاق، فعندما سهل لهم الأمر من خلال الاستعمار وقبل المسير أو أثناء وجودهم، نعم. يعني أخذ هؤلاء زمام الحكم فأصبحوا بلا أخلاق، فوصلوا لهذا المنطق. هل ترى أن السياسة في هذا الوقت فعلا بأخلاق أم بدون أخلاق؟ حاليا السياسة بعيدة عن الأخلاق لأسباب كثيرة، من نعم. بينها زي ما قلت الانحراف في التشريع والقانون، نعم. وهيمنة السلطة السياسية واستبدادها واستئثارها بالحكم والمال والسلطة والجاه والقمع ووسائل البطش وما إلى ذلك. نعم. وقيام السلطة السياسية بتشجيع الانحراف في المجتمع. أنا عايز أقول الانحراف يعني ليس سببه الشعب، ولكن سببه أن هناك أجهزة كانت تقوم في النظم المتوالية، في النظم الحكم المتوالية، تقوم على إفساد الأخلاق، سواء كانت مقصودة يعني. كانت مقصودة وكانت ممنهجة. يعني إفساد في التعليم، إفساد في الإعلام، إفساد في الحياة الثقافية، إفساد في محاربة التدين، محاربة المساجد، محاربة أئمة المساجد، منع العلماء والدعاة من القيام بدورهم المنوط بهم في خدمة المجتمع ورعاية الأمة رعاية دينية وثقافية وعلمية ورعاية شاملة. كان هذا هو وسيلة الحكام المستبدين في الهيمنة على الشعوب. ليست هيمنة فقط بل تمكين لأنفسهم. نعم. كيف يمكن لنفسه؟ نعم. بإقصاء الدين من الحياة، بإقصاء العلماء من الحياة، بإقصاء رجال الأزهر من الحياة، بإقصاء أصحاب القضايا الوطنية والقومية والسياسية وقضايا الحريات، إقصائهم تماما. هل نستطيع أن نقول قبل أن نصل إلى الأستاذ الدكتور حمدي والي، هل نستطيع أن نقول أبعدونا ليس فقط عن الشرع وليس أبعدونا أيضا عن الأخلاق الإنسانية العامة؟ لا شك. ولذلك اللي اتصل من شوية وقال إن التيار الإسلامي نعم. يعني عزل نفسه عن الحياة السياسية. أقول ما تعزلش، ده هو أقصي تماما من ممارسة السياسة، وإذا مارسها كان يمارسها في ضوء خطوط خضراء وحمراء وصفراء. فإذا تجاوز هذا الخط يتعرض لإقصاء وتهميش وقصقصة وسجون ومعتقلات وتعذيب واستيلاء على أموال ومصادرة أموال وممتلكات. هذا الجو الكئيب لا يمكن أن تمارس فيه سياسة. نعم. إذن سواء سياسة نعم. بحكومة تدعي أنها حكومة مسلمة ولا أقول إسلامية، أو سياسة لحكومة أخرى نعم. لا تنتمي إلى الفكر الإسلامي. محمد يقول أن السياسة هذا الوقت بلا أخلاق. معي اتصال من أحمد من البحيرة. أهلا وسهلا بيك، اتفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. إن شاء الله بإذن الله. أنا أحب بس أن أوجه كلمة للأمة الإسلامية جميعا بأن الاتحاد لابد أن يتحد جميع قوات المسلمين من سلف وإخوان وجميع الفئات، لكي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لابد لكل مسلم ومسلمة سواء كان على يعني في أي فرقة أو في أي مجال أو في أي مكان أن يتحدوا جميعا وأن يكونوا يدا واحدة، لكي يعني يجعلوا الأمة الإسلامية أمة خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأنا أحب أن أود أن أشارك بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا شاكر لحضرتك جدا جدا أستاذ أحمد. ربنا يبارك في عمرك. وصلت فكرة أستاذ أحمد، وهذا هو الاتصال الثاني الذي يدفعنا إلى الجزء الحقيقي في الحلقة. إذا كانت نظرة الإسلام إلى السياسة بهذا المنظور، فما بال التيار الإسلامي متفرق؟ أنا أقول لك الحقيقة يعني عشان الناس مشتاقين إن احنا ندخل في الموضوع. نعم. وندخل إلى الصميم المطلوب يعني. نعم. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. نعم. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومن يوم أن دخلت على بلاد المسلمين موجات الغزو الفكري والثقافي، بادئة بالتعليم والمسرح والصحافة والمطابع والاستشراق وهذه الأدوات واستخدام المدرسين من الخارج، وهذه الأدوات عملت على تكوين عقلية جديدة. العقلية الجديدة صاغها وأبدع صوغها دانلوب والمستشار الثقافي جيب ومجموعة هؤلاء المثقفين الذين قصدوا إلى وضع تصور جديد بديل عن التصور الإسلامي. الحملة الفرنسية قامت بدور، والحملة الإنجليزية قامت بدور، والأحزاب والرجال الذين استفادوا من الحملات الصليبية الفرنسية والإنجليزية وكونوا الأحزاب في ظل هذه الحكومات الاستعمارية، ورضوا بهذه المناصب وأن يكونوا كبارا وزعماء، وأضيقت عليهم ألقاب أستاذ الجيل وعميد الأدب ومستاذ الأشياء. عاشوا في هذا الجو، فانعزلوا تماما عن الثقافة الإسلامية التي كانت في الأزهر، والتي هي امتداد ثقافة وهوية الأمة. ومن هنا بدأ تيار جديد يصوغ للأمة فكرها ويضع لها قوانينها ويحدد لها مسارها، متجها إلى علاقة الأمة الإسلامية والعربية في فكرها وثقافتها بعواصم الغرب. وقال قائلهم: بين مصر وبين أوروبا زواجا كاثوليكيا لا يقبل الطلاق. نعم، بس أنا عايز أتوقف مع حضرتك شوية. كثير من السادة الأفاضل الليبراليين يتكلمون يعني أن احنا نراها بصورة إسلامية فقط، أو ننظر لها بمنظور إسلامي فقط. لماذا لا تنظر إليها بمنظور آخر؟ أنك هم أخذوا منك علما وتقدموا، لماذا لا تأخذ منهم علما وتتقدم؟ لماذا؟ عندي الإجابة. تفضل. يعني يقولون الأسد مجموعة خراف. الأسد يتغذى على الخراف فيقوى في كيان الأسدية، لكن لا يتحول إلى خروف. مظبوط. فالكيان الذي هو أسد إسلامي عندما كان مجتمعا قويا سليم الشخصية كان يتغذى بكل الثقافات، فتكبر فيه الثقافة الإسلامية والشخصية الإسلامية. لكن هؤلاء دخلوا على الكيان نفسه، فبدلا من كونه أسد حولوه إلى هذا المسخ الذي نراه الآن. وبالتالي الإسلام لا يمنع أن ننفتح على جميع ثقافات العالم. نتوقف عند الانفتاح وهذه الصورة الجميلة. نأخذ هذا الاتصال من رغد من الدقهلية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. أنا والله أحيي قناة الشباب العظيمة، فهي ذخر للأمة الإسلامية وللمسلمين جميعا. وأحيي الدكتور سعيد توفيق رائد الإعلام الهادف، وتحية حب وتقدير للأستاذ الدكتور حمدي والي، فهو خير نموذج للداعية الرباني والجريء في الحق والشاعر المرهف في الحس. وأتقدم بسؤال للدكتور حمدي: ما رأي حضرتك في تعدد الأحزاب الإسلامية في الفترة القادمة؟ الله يبارك فيك. وجزاكم الله خيرا. أشكرك يا فندم. وصل نفس المعنى الذي نتحدث عنه. يعني ما زلنا نقول أن الأمة الأسد. يعني الكيان الإسلامي ككيان واضح الملامح محدد السمات، هذا أمر جاء القرآن فحدد هذه الملامح وهذه السمات، وظلت الأمة على هذا التميز وهذا الوضوح وهذه الشخصية المميزة، تملك السيادة والقيادة والريادة
وتملي على العالم كله الهيبة والقوة. واستفاد العالم كله في جميع مجالاته وجميع عواصمه، استفاد من نور الإسلام الذي ولكن جاء الوقت وانطفأ هذا القنديل أو كاد أن ينطفئ. فلماذا لا نأخذ نحن من الخارج ما يقوي قانوننا؟ يعني لسه كنا هنتكلم بعد كده عن موضوع الدستور والقانون، لكن ما يقوي الدستور، ما يقوي القانون. حتة مهمة. اتفضل. من الذي سيأخذ من الخارج؟ ينبغي أن نكون شخصية أولا، وهذا الذي جاء به الإمام حسن البنا عليه رحمة الله الحقيقة، وده رجل يعني ملهم وعبقري. لما جاءت محاولات إنقاذ شخصية الأمة حاولها جمال الدين الأفغاني، فحاول إصلاح السياسة، وحاول محمد عبده إصلاح التعليم، لكن لم يكن للتعليم حكومة تنفذه، وإن كان التعليم تحت الاستعمار. فكانت رؤية الرجل طيبة، لكن ليس هناك من الشخصية التي تغربل هذه الأمور. نعم. معذرة الاتصالات تنهال. معنا دكتور حسن من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. الحقيقة احنا بنحيي قناة الشباب والبرامج الهادفة الجميلة اللي هي بتجيبها، وبنحيي الدكتور حمدي والأستاذ محمد السيسي. وبحب أقول لحضرتك يعني الحقيقة هي الشريعة الإسلامية مش محتاجة دفاع قد ما هي محتاجة غيبت عن الأمة فترة طويلة، ومحتاجين ان الميديا بتاعتنا سواء الإعلامية المقروءة أو المسموعة أو الفضاء الواسع بتاع الإنترنت، ان احنا نبتدي نعرفها للشباب والأجيال الصغيرة القادمة، بحيث هي يعني هذه الأجيال هي اللي هتطلبها، بس الناس تعرفها. الناس تعرف ان الشريعة الإسلامية دي كانت يعني فتحة خير مش للأمة الإسلامية فقط، للعالم كله. ناس كتيرة من خارج الإسلام دخلت الإسلام بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية، وما رأوه من سماحة في هذه الشريعة، وما رأوه من سلامة للأمة، لأن الشريعة الإسلامية دي رحمة للعالمين مش رحمة للمسلمين فقط. فمتهيألي ان التقصير في ان الناس ما تعرفهاش، الناس مش عارفه الشريعه. الناس اللي تعرفه مش في الشريعه زي ما قال الاستاذ محمد السيسي في بدايه كلامه انها كانت بتهاجم مهاجمه شرسه. الناس اللي تعرف عن الشريعه انها قطع يد وفصل رقبه، لكن قطع يد مين وفصل رقبه مين وايه الاحكام، وان الشريعه الاسلاميه دي اللي وقف فيها امير المؤمنين قصاد اليهودي الاثنين سواسيه، ما كانش فيه فرق بينهم. فانا يعني متهيألي ان احنا محتاجين تعريف بالشريعة مبسط من أول الأجيال الصغيرة. يعني حتى لو تيجي في صورة قصص قصيرة كده للأجيال الصغيرة. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. فكرة جميلة. جزاكم الله خيرا. هو الأول أن نريد أن نقول أنه ليس دفاع، نحن هنا اليوم ليس دفاعا عن الشريعة، ولكن عنوان الحلقة هو الحقيقة الشريعة تدافع عن نفسها بأخلاقها وبقيمها وبسهولتها وبيسرتها. أن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. ولكن نقول هنا نتحدث عن القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية. فعودة للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني نصف الأول من الحلقة كلنا نتكلم عن القانون، والقانون الذي حول، والقانون الذي دخل، والقانون، لكن القانون هو الذي لا يسوس، القانون يسير، ولكن الذي يسوس الدستور. هذا ما أفهمه. وإن كان هذا الفهم ليس صحيحا، صح لي بعد إذنك. هل السياسة بناء على الدستور الموجود أو الدستور المأمول سياسة ما زلنا نقول نحتاج إلى أخلاق توضع فيها؟ هذا ما نأمله. احنا في المرحلة دلوقتي في مرحلة بناء بعد مرحلة الهدم النظام البائد، بندعو إلى مرحلة بناء تتكاتف فيها كل القوى الوطنية المصرية إلى يعني بناء نموذج يعني يزيل ركام الماضي بكامله. نريد أن نبني سياسة بأخلاق، سياسة بمنظومة قيم، نترك المكيافيلية ونظرة الاستعلاء التي كانت تمارسها النظم السابقة، اللي هو الإقصاء والتهميش وتغييب إرادة الأمة وتغييب وعي وثقافة الأمة وتنحية المصلحين في هذا المجتمع. نريد أن يشارك الكل في البناء. فإذا شاركنا جميعا في بناء هذه الدولة وبناء هذه الأمة وبناء نهضتها بنية صادقة ستنصلح السياسة،
لأن كما قال فضيلة الدكتور حمدي أن السياسة هي إصلاح الراعي والرعية، إصلاح حال الأمة. فإذا اتفقنا على هذا المفهوم، دور رئيس الدولة أو أمير الأمة أو أيا كان مسماه هو خدمة هذه الأمة التي وكلته في الدفاع عن مصالحها. فإذا قام بهذا الدور وهو يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهو يتعبد الله عز وجل بهذه الإمارة أو القيادة أو الرئاسة، وهذا مفهوم جديد في السياسة. وإذا كان نائب البرلمان يمارس دوره في تنقية وإصلاح القوانين من الخلل والعيوب التي فيها، ووضع قوانين تستقيها من الشريعة الإسلامية أو يبنيها من جديد وفق مفاهيم ومنهج إصلاحي للأمة بمفهومها الشامل، إذا كان هذا ما يريده ويتبناه ويدافع عنه، سينصلح حال المجتمع بكامله. وإذا كان الشعب وهو مكون أساسي في الأمة الإسلامية يحسن اختيار من يمثله، سواء في المجلس النيابي أو مجلس المحلي أو مجلس أو اللجنة التي ستصوغ الدستور القادم، إذا كان يحسن الاختيار على وفق منهج الإصلاح الشامل للمجتمع بكامله، سينتج من خلال كل هذا دستور يعبر عن مصالح الأمة ويلبي طموحاتها، وأيضا قانون يخدم الأمة، وحاكم يعرف أنه ولي أو وكيل من الأمة لإصلاح شؤونها، وليس رئيسا يمارس هيمنة وسلطة زمنية أو سلطة مدنية أو سلطة مستبدة على الأمة. فالحاكم في الإسلام هو خادم لرعيته، كما كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يتفقد الرعية ويمشي في الأسواق ويبحث عن الأم التي لا تجد طعاما لأبنائها وتغلي الماء حتى يعني يجف ولا يوجد طعام، فيعني يذهب إلى بيت مال المسلمين ويحمل لهم الطعام ويقوم بنفسه على نفخ النار حتى. أستاذ محمد، هذه الصورة الجميلة، هذه الصورة هو ده الإسلام، للإمام عمر بن الخطاب. نعم، لكن لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها يا عمر. هذا هو الراعي الذي يجب أن يعرف واجباته قبل أن يعرف حقوقه على الأمة. الدستور كقاعدة قانونية، احنا بنتكلم في الدستور والقانون، الدستور أو القانون أو أيا كان المسمى هو ما يخدم الأمة أيا كان. إذن تنادي أن الدستور القادم يجب أن يعني مش يشوبه، أن يمتلئ بروح القيم والأخلاق. وبناء عليه إذا امتلأ بهذه القيم والأخلاق سيكون هناك نائبا خلوقا، سيكون هناك إماما خلوقا أو رئيسا خلوقا، يعني قادم من شعب خلوق. إذا عدنا بقى دكتور حمدي، هل في إضافة الأول؟ إضافة بس على كلام تفضل حضرتك أخي أستاذي الأستاذ محمد. نعم تفضل. هو أنا عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس في أرضه وأنزل لهم ما يصلحهم، وهو أعلم بهم من أنفسهم، يعني يأمن الناس على أنفسهم ويضمنوا الصلاح والفوز والسعادة إنهم مضوا حياتهم في أرض الله على شروط الله، خلق الأرض ووضع الشروط وخلق الناس. لكن أقول لو خرج الناس عن شرط الله وعن قوانين الله التي وضعها لهم وهو خالقهم، لو خرجوا عنها يبقى خرجوا إلى إيه؟ يبقى خرجوا عن شريعة الله إلى الأهواء، يعني غلبوا هواهم ومراد أنفسهم على مراد الله وعلى شرع الله. وبالتالي نحن أمام أمرين، إما أن يقوم في الناس شرع الله، وإما أن يقوم في الناس هوى الناس، يعني الشريعة أو الأهواء. الله تبارك احنا لا نستحي أن نذكر للناس الحقيقة ونحملهم عليها ونذكرهم بها، زي ما المتصل قال الناس عايزين يعرفهم ما هي الشريعة. الشريعة المنهج الذي وضعه الخالق للمخلوقين ليضمن سعادتهم، إن هم التزموا هذه الشروط وعاشوا بها سعدوا في الدنيا والآخرة. من جاء ليخرج عن هذه الشريعة إلى شيء آخر، أول ماذا تسميه؟ ما مرجعيتك؟ أنا مرجعيتي ربي الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطأتي يوم الدين، وقد وضع لي
من الضوابط والمعايير ما يضمن سعادته وصلاحه واستمرار أمره. دكتور حمدي، يعني هذه الجزئية جميلة جدا الدكتور حسن المتصل تكلم فيها، ولكن أنا كيف نصل إلى هذه النقطة؟ الكلام كلامه حقيقي. يعني الدكتور حسن يتكلم الواقع، يتحدث أن الناس ليست بعيدة عن الشرع، لكن بعيدة عن فهم الشرع. الناس ليست بعيدة، يعني حتى علاقتنا أهلينا في القرى وفي المدن يعني في تعاملاتهم اليومية، يعني قلما تجد الإنسان بعيدا عن الشرع، ولكن هو بس الصورة غير متكاملة عنده. كيف نصل إلى الناس نعلمهم الشرع بأبسط صورة، وما هو دور العلماء في هذا الأمر، بحيث أن احنا نقول والله هنخرج من هذا الشعب قيم أخلاقية يسير عليها تلقائيا من خلال فهمه لشرعه فيختار صحيح. نعم يا أخي، ببساطة يعني الحق تبارك وتعالى لما أنزل للناس هذه الأشياء سهلها ويسرها، بحيث يستطيع الصغير والكبير والعامي والمتعلم أن الجميع إذا تليت عليه الآيات وألقيت على مسامعه الأحاديث استطاع أن يفقه منها ما يستطيع أن يتعايش به، والأمور أيسر بكثير جدا من أن نعقدها. الفطرة اللي عندنا فطرة صنعها الله، والقرآن الذي بين أيدينا هو من صنع الله، فإذا التقى القرآن الروح بالفطرة الروح والتقت مع بعضها وجدت كيانا إسلاميا منسجما، وجدت الإنسان في حالة انسجام وحالة تكامل. وبالتالي عندما حيل بين الإنسان وبين القرآن، بين فطرة الإنسان وبين مشربها وبين غذائها الروحي من السماء، قست وانحرفت وأصبح الحل اللي احنا فيه بمؤامرة خارجية. الآن ينبغي أن نعود بالناس إلى القرآن ونعود بالناس إلى السنة بصورة مبسطة وسهلة، ونستطيع أن نقول للناس الأمر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، أو المنتج المطلوب مواصفاته موجودة في القرآن. وأنا هرد الناس إلى 3 مواضع صغيرين، ويا ريت يفتحوا المواضع ديت بعد كده، يعني عشان يكون استفادوا من الحلقة دي حاجة. إن أردت أن تضع مواصفات للمواطن أو الشاب أو الرجل الذي يتعامل بالشريعة والسياسة الشرعية والأخلاق الشرعية، ينبغي أن ترده إلى منتج. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، خذ وصية لقمان لابنه وهو يعظه. يا كل أب خذ وصية لقمان واجعلها لابنك، وكن أنت لقمان بيتك، وكن أنت صاحب هذا التشريع عند ولدك، عمق لديه واصبغ قلبه واملأه بهذا الزاد الجميل. وتشريع أخلاقي يا دكتور، ده سورة القرآن كلها تشريع أخلاقي وليس تشريع سياسي. إذن هو المقدمة لا يمكن يا دكتور أن أفصل السياسة عن الأخلاق. لا نفصلها، لا نفصلها كما تقول. نعم. يعني أنا أقول إما يطلع من عندي ولد تعلم على يد أبيه من القرآن التوحيد، لا تشرك بالله، ثم مواصفات الأخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمواصفات والموضع الثالث وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنا لو خدنا ال3 مواضع دول يا أحباب، وكل واحد في بيته مع أولاده عرض نفسه على هذه المواصفات للمواطن المؤمن المسلم الواعي، سيجد نفسه عنده أخلاق لا تقبل سياسة غير شرعية. بل عنده حساسية. إذن الدكتور بيتجه بينا إلى أهمية إعادة البوصلة في البيوت في اتجاه الأخلاق الإسلامية. تشطيب إسلامي. أي بس تشطيب إسلامي. يعني ده هو بيأكد على دور الأسرة في البيت، ودور خطيب الجامع في المسجد، ودور المدرس في الفصل في المدرسة، ودور الإعلام، ودور الأستاذ الجامعي في المحاضرات في الجامعة. يعني نحتاج إلى ودور الإعلام في القنوات. يعني كل ما يغير العقول، أو بمعنى صح لا يغير، كل ما يعيد العقول إلى ما خلقها الله عليه، إلى ما فطر الله. دي رواف التغذية. هو مطلوب بالظبط، رواف التغذية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب حتى لا نبتعد عن جزئية حضرتك قانوني وسياسي. الآن الأحزاب متعددة، وجاءت أكثر من اتصال أن هناك أحزاب متعددة حتى وإن كانت أيديولوجيتها أيديولوجية إسلامية. الأحزاب كثرت والرؤى كثرت. كيف نلاقي هذه الفكر وهذه الرؤى لتكون في اتجاه تصحيح المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ تصحيح المسار هو طبعا ده دور مطلوب جدا لكل القوى السياسية وخصوصا الإسلامية، أنها تعي خطورة المرحلة اللي احنا فيها. نحن في مرحلة لا يصح فيها التنازع على الإطلاق، مرحلة ينبغي أن تتكاتف فيها كل الأيدي من أجل البناء والنهضة والأخذ بيد هذه الأمة إلى الطريق السليم الذي ارتضاه المولى سبحانه وتعالى. كقوى إسلامية في الساحة،
سواء إخوان أو سلف أو غيرها من الاتجاهات الإسلامية، أنا لا أقول اتجاهات سياسية، وكلهم يهدفون إلى تطبيق شرع الله عز وجل وإلى إقامة دولة يعني يحكمها الإسلام. كلهم يهدفون إلى ذلك، سواء في البرامج التفصيلية اللي موجودة التي قدموها إلى لجنة الأحزاب أو قدموها إلى المجتمع، سواء في الخطاب السياسي المعلن، سواء في يعني الرؤية الاستراتيجية لكل هذه القوى تدعو إلى إقامة دولة على منهج الإسلام. على ما نختلف لا يوجد داعي الآن للاختلاف، يجب أن تتكاتف كل القوى، لا أقول تتوحد في كيان واحد، ولكن تفهم دورها تتكامل فيما بينها. إذا يعني الدكتور مش يعني في الجزئية ديت، هل على التوحد أمر مطلوب بحيث تبقى صورة واحدة فيبقى اتحاد الفكرة، لكن الاختلاف في الرأي وارد، وإلا ستصبح صورة أخرى مما كنا عليه من رؤية واحدة في اتجاه واحد. الكلام الطيب جدا اللي قاله الأستاذ محمد. أنا بس عايز أضيف حتة صغيرة وأقول الإسلام ماهوش بديل للعلمانية ولا هو ند للعلمانية. لا، أنا عايز أقول الإسلام أكبر من أن يكون ندا لأي طروحات موجودة على وجه الأرض. الإسلام صبغة، الإسلام منهج، الإسلام عقيدة، الإسلام هو كلام الله. وإخواننا العلمانيين أو الليبراليين هم مش دليل أنهم إسلاميين. أصل عملية أن أنا أفصل وأقول البلد فيها إسلاميين وفيها علمانيين، إذن العلمانيين ما همش إسلاميين، والإسلاميين يبقوا مسلمين والتانيين يبقوا مش مسلمين، وأدخل نفسي في متاهة. مين اللي قال الكلام ده؟ أخواننا وأحبابنا وأبنائنا وشبابنا الذين يسمون نفسهم ليبراليين وعلمانيين ما اعرفش، دول مش داريين، دول مسلمين ولاد مسلمين يتعاملون داخل المنهج الإسلامي، داخل الإطار الإسلامي، داخل المنظومة الإسلامية، في ليلهم ونهارهم، في أكلهم وشربهم، في تعاملهم اليومي. الإسلام يختلط في عظمهم ولحمهم ودمهم. لكن ربما في الداخل نختلف على كيفية تنزيل النص، أو مش واعي لكيفية التعامل بالنص الإسلامي، فهو عنده نص آخر جاهز جايبه من أوروبا استعمل بطريقة معينة. أنا أقول له يا أخي هذا النص مش محتاجين له، لأن عندنا أصله وعندنا. لكن دكتور معذرة، احنا بحيث أنه احنا ده دعوة للتقريب، ده جاي جدا بهذه الصورة، ولكن أي قانون يقبل الإسلام بعد أن يوضع على منظور الشرع، إذا وجد أنه يتوافق مع الشرع فأهلا به، إذا لم يوجد أنه لا يتوافق مع الشرع فلا أهلا به ولا سهل. أنا مش بقول ده وجهة نظري، ولكن أنا بتكلم على وجهة نظر الإخوة الأفاضل السادة أيا كان الليبراليين أو من لديه وجهة نظر. سأعود بعد إذن حضرتك لاستكمال الجزئيات بسيطة مع الأستاذ محمد السيسي، اللي هي يعني نحن نريد، أنتم كسياسة، أنتم كقانونيين، نريد أن ندخل الانتخابات القادمة بأخلاق متغيرة، أخلاق جديدة. هل هذه الأخلاقيات سيستطيع من يقول أنه صاحب رؤية سياسية إسلامية، رؤية سياسية إسلامية، انضقها داخل المجتمع في هذه الفترة، ولا لا يستطيع، ولا ما هي الرؤية؟ هي المسألة هتاخد وقت، يعني تجربة مرة واثنين وثلاثة حتى تتضح الرؤية كاملة. ولكن زي ما نقول قادة الحركات الإسلامية أو الحركة الإسلامية عليهم أن هم يبرهنوا على يعني صدق ما، أنا لا أقول يدعون، ما يؤمنون به من يعني سلامة المنهج الذي يعتقدونه وصحته، وأنه هو الحل لكل مشاكل هذا المجتمع. فإن كانوا صادقين في هذا، وكافة القوى الإسلامية أعتقد أنها صادقة في هذا، ينبغي أن تمارس السياسة بالأخلاق، تمارس السياسة بالقيم، تمارس السياسة بمنظومة حضارية متكاملة، يعني يعيشوا مع الناس في هذه الفترة لتعليم الناس الأخلاقيات يعني الممارسة. يعلمون غيرهم من القوى الوطنية والإسلامية، وهي إن شاء الله صادقة فيما تعتقد وتؤمن به، يعلمون غيرهم كيف يكون الاختلاف، يعلمون غيرهم كيف يكون السباق إلى خدمة الوطن والمجتمع، وليس إلى كراسي. يعني أنا داخل البرلمان مش جاي أجري على كرسي عشان أقفز عليه، ده أنا داخل البرلمان جاي أخدم المجتمع وأخدم الوطن وأصلح من شأنه وأرفع من شأنه. فإذا كان هذه هي النية زي ما قلنا في بداية البرنامج، وقامت الحركة الإسلامية بإثبات ذلك في برنامجها العملي وسلوكها في أداء هذا الدور، أعتقد يعني أن الشعب سيقتنع بصدق دورهم،
وسيقف ويلتف حول الفكرة الإسلامية. ليس فقط حولهم ولكن يمارس بها. الليبراليين والعلمانيين نعم. كثير منهم لا يرفض الإسلام، وإلا لو دخل في مسألة تانية بقى مساحة أخرى لا نريد الحديث عنها. هم لا يرفضون حقا، هم لا يرفضون، ولكن له وجهة نظر الإسلام. نعم. ولكن هناك شبه، نعم. سواء هم واقعين فيها أم بعضهم يريد أن يثيرها لإثارة البلبلة، كما أن رجل الدين من وجهة نظرهم، وما عندناش في الإسلام رجل دين، عندنا علماء، نعم. عندنا يعني أساتذة أفاضل من وجهة نظرهم بيقوم بنفس الفكرة اللي احنا بنتكلم ليس في الإسلام عليهم الكهنوت ولا رجل الدين ولا الحاكم بأمره ولا الكلام ده خالص يعني. فالنص في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كيف ينزل في مادة قانونية تطبق ويطبقها القاضي. هذه المسألة ليس عندنا من يحكم بالحق الإلهي أو يأخذ النص مجرد ويطبقه من نفسه، ولكن هناك يعني بالصيغة الحضارية الجديدة هناك مرجعية عليا، وهذه يتفق عليها المجتمع بكامله، المجتمع المصري حتى مسلميه وأقباطه يعني ارتضوها أن تكون المرجعية في التشريع والمرجعية في الحكم هي للشريعة الإسلامية. فإذا كان هذا ما اتفقت عليه الأمة وارتضته، يبقى احنا هنا إذا اختلفنا سنعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله وننزل النص على الواقع وفق التقاليد والقيم الحديثة في المسلم. محمد، يعني عود لفضيلة الدكتور دكتور حمدي في دقيقة. نعم. إذا أردنا أن نقول أو هي دعوة للقوى السياسية وللشعب أن عليكم بممارسة سياسية واعية ذات أخلاق في الفترة القادمة. نعم. ماذا تقول في دقيقة؟ يعني أقول لجميع المعنيين بأمر هذا الوطن: إذا لم تكن مرجعيتكم إلى تاريخكم وهويتكم وإسلامكم وحضارتكم فإلى أين؟ إذا لم تكن الرجوع بهذه الأمة إلى أصولها فإلى أين تريدون أن تأخذوها وتسحبوها عن جذورها؟ إلى أين؟ وهل تعتقدون أن ذلك من الوطنية؟ يعني دعك من أن يكون مثلا، وإذا الصوت القائل بسلخ مصر عن عقيدتها وأصالتها وحضارتها ودينها صوت ضعيف وغريب وشاذ لا يقبله حتى القائل به ولا يعتقده. نعم. ولو أردنا نعدهم لا استطعنا أن نعدهم عدا لا يزيد عن 20 أو 30، لكن صوتهم عالي شوية. لكن هؤلاء إن أرادوها غير إسلامية فهناك أماكن أخرى نعم. ينشرونها غير ذلك. نعم. يعني كلمة أخيرة للأستاذ محمد السيسي، ماذا تقول لهذه الأمة القادمة على انتخابات نريدها أخلاقية؟ أنا أريد من الشعب المصري، هو شعب مؤمن ومتدين بفطرته. يعني هذا الدين يعني يصل إلى نخاعه وعظمه ولحمه ودمه لا ينفصم عنه. فهذا الشعب المسلم المتدين يحسن اختيار من يمثله في البرلمان، ليس بهدف ان يدخل ابنه مدرسة او ينقله مش عارف منين لفين، ولا يجيب له يعني مصلحة شخصية ذاتية، ولكن بهدف إصلاح هذا الوطن. ولذلك يحسن الاختيار. نعم. سواء في البرلمان أو في الحاكم الذي أنت تنادي بحسن الاختيار وحسن الاختيار وأمور أخرى وأخلاقيات أخرى وهويات أخرى نحتاج إليها في الفترة القادمة. أحبابي، في نهاية هذه الحلقة نقول أن أخلاقيات الممارسة السياسية في الفترة القادمة تحتاج إلى وقفات سواء من القوى السياسية أيا كان اتجاهها، إسلامي أو ليبرالي أو أيا كان، عليهم أن ينزلوا إلى الشارع، يحققوا في الشارع الطفرة الأخلاقية والعودة للأخلاق الحميدة التي تربينا عليها جميعا، من أجل إنضاج يعني ممارسة سياسية ناضجة يعني منتجة لمجلس الشعب قوي، منتجة لدستور قائم على الأخلاق، منتجة لرئيس يتقي الله سبحانه وتعالى فينا. الكل عليه دور، ونحن في الإعلام علينا دور. حاولنا وأعتقد أن هذا الموضوع كبير جدا، وسنحتاج إلى حلقات أكثر وأكثر في تفنيد كل نقطة فيه إن شاء الله. أشكركم. هذا الحوار المفتوح كان مع فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي والي والأستاذ محمد السيسي. أشكركم جدا على هذا اللقاء الممتع. أشكركم، وإلى اللقاء في موعد جديد وموضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.